عندنا فقرة جديدة اسمها دواء عربي، نستقبلوا محمد العربي المازني. عالسلامة ومرحبا بكم في فقرة دواء عربي مع الدكتور عربي اللي هو أنا. اليوم أعزائي المشاهدين باش نحكيو على مرض خطير برشا برشا اسمه عافانا وعافاكم الله الفشلة والإرهاب الشديد، اللي هو يعتبر من أهم أمراض العصر. الفشلة هذه هو مرض خطير برشا برشا وينجم يجيك حتى في المغرب. راهو الفشله كما تلاحظوا من العوارض بتاعها تبدا البلاد فاشله وعندها دوخه اجتماعيا سياسيا اقتصاديا. والفشله اعزائنا المشاهدين تنجم تصيب جميع المرافق، وهذا ما يسبب في تشنج هيكلها العظمي. من اهم تسمعوا فيه كيفاش يتوجع. حسب رايكم الوجيعه هذه والفشله هذه منين جايه؟ جايه من سبب مهم برشا برشا اللي هو التعيينات. التعيينات قول قائل ايش معناتها التعيينات؟ التعيينات يا سيدي اللي هي التعيينات العشوائيه كما التزريق في كل البلايص، معناتها وين يجي يتزرق وين يجي. التعيينات مثلا نحطوا نحن نقولوا نجي من هوني ونعين ولد اختي ومن بعد نعمل لها ضربه لهنا نعين ولاد حومتي، من بعد تعيين ولاد حزبي ماذا بيه في المفاصل. ما عندكش زريقة نسيبي؟ بعد نعمل عندي اسمع نسيبي في المخروقه ونجي نزرق نسيبي في المخروق. من بعد اعزائنا المشاهدين علاش لا يا سيدي نجي نزرق ولاد ربطيتي. بعد التعيينات هذه باش يصير شلل كلي في المفاصل، وبعد شلل كلي في المفاصل معناتها يكون عندك مفصل يخدم لاباس عليه، تجي انت تعمل هكا تقلعه تنحيه من بلاصتو معناتها ونعين له شويه كالسيوم تكتل مع شويه CO2 نهضه مع ضريبه لهنا مغزنيون مؤتمر. أعزائنا المشاهدين لازم حاجة مهمة تعرفوها، إذا كان كثروا من التعيينات العشوائية هذه رانا باش نتحصلوا على نتائج كارثية اللي هي باش يولي فعنا برشا بلايص في البدن فيها برشا زروقية كيما قاعدين تلاحظوا. بعد ما تولي المفاصل كما تشوفوا فيها زرقاء نيله ونتاكدوا للمرافق والمفاصل سي ولاو الزرق وما عادش يخدموا سي، وقتها ولا مفصل حتى كان مفصل مازال يخدم نحيوه ونحطوا واحد اخر ما يخدمش بتاعنا معناتها. وقتها اعزائنا المشاهدين نمشيو للعروق. بالنسبه للعروق كما تشوفوا فيهم فما تخثر كبير وانسداد كلي، وهذا ما يسبب في خلل وتوقف الدوره الدمويه والاقتصاديه، وبالتالي البلاد تبرك معناتها البلاد تولي باركه وما عادش تقوم لها قائمه. بعد هالعروق هذوما هالوجاع اللي في المفاصل باش تزيد تكبر بما انه المرفق قاعد يخدم لاباس عليه وقاعد يغزر للخلايا بتاعه بدات تثاوب وباش ترقد، وبما انه مفصل مزاكي معين جديد ومن غير حتى وصفه طبيه هو بيدو زاد باش يثاوب ويرقد في الخط. وقتها شوالي عنا تولي عنا لحمه ميته قلب ميت وبرشا خلايا نايمه. وهذا ما ينجر أعزائنا المشاهدين على مرض عافانا وعافاكم الله الإرهاب الشديد. وقتها عاد نوليو نمشيو نكثروا مكان المسكنات والحرابش. عندنا مثلا تنجم تستعمل حربوشة أزلام 6 مرات في النهار. وعندك مثلا تنجم تستعمل زادة حربوشة انقلاب ماذا بيك مريرة في الليل وبعد أخبار 8.
وعندك تنجم زادة تستعمل حرابش تحسين الثورة، مريرة في الشهر، وكل قدير وقادر معناتها. الارهاب هذا الشيء اللي زاد قواه شنو حسب رايكم اللي كونه ولا يجري في العروق؟ ولو انه بعض الطب معناتها نصحوا باستعمال سيروم الحوار الوطني، ولحد الان ما جاب حتى نتائج ايجابيه، بالعكس جاب نتائج جانبيه. النتائج الجانبيه ذوما النتائج الجانبيه ذوما كما مثلا عافانا وعافاكم الله كامي غاز في المعده ولا انفاخ في الراس ريقيشيح. هذاك علاش انا الدكتور عربي ننصحكم باستعمال مفاتل الداخليه ننصحكم باستعمال المفاتل الداخليه بشكل منتظم للقضاء على الخلايا النايمه. وقتها نخليو العداله تاخذ مجراها. تحية لمحمد العربي الماجدي.